وبكده سندريلا أخدت عقد القصر بتاع مرات أبوها ورمتها هي وبناتها لكلاب السكك تاكل في لحمهم. النهاية. خلينا بقى نسيبها من القصص الخيالية دي ونتكلم عن قصص حقيقية. قصة أعظم وأشهر موسيقار في التاريخ اللي هو أنا. بس أنا عمري ما سمعت عن حضرتك وشكلك ما يديش إنك موسيقار عظيم. ليه ماله شكلي؟ وبعدين تعالى هنا، انت مين اصلا عشان تقول لي الكلام ده؟ ها؟ انا اسمي متعب. انا ما قلتلكش تتكلم صح؟ لو نطقت كلمه تانية هعمل فيك زي ما سندريلا عملت في مرات ابوها، فاهم؟ المهم نرجع لموضوعنا. انا طبعا قبل ما ابقى الموسيقار العظيم بتاع دلوقتي مريت بحاجات كتيره وصعوبات شديده. محدش بيتولد بالعظمه اللي انا فيها دي دلوقتي صح؟ فخليني احكي لكم قصتي من البدايه. هنرجع بالزمن لسنة 2020. أنا وأصحابي عبود وأديب كنا قاعدين زهقانين، وإذ فجأة قررنا نعمل لعبة. بعد ما فكرنا في الأدوار، عبود قال إنه هو اللي هيبرمجها لأن كل لعبة محتاجة مبرمج. أديب قال هو اللي هيرسمها لأن كل لعبة محتاجة رسام. وأنا قلت اللعبة محتاجة أصوات. ومن هنا بدأ مشواري في عمل الموسيقى للألعاب، مع العلم إن وقتها كانت معرفتي في عمل الموسيقى قليلة خالص، بس أنا كان لازم يبقى لي دور في اللعبة. أكيد مش هسيب عبود وأديب هما بس اللي استمتعوا بصنع اللعبة وأنا قاعد بتفرج صح؟ ومن هنا قعدت اتعلم وشفت شروحات على النت ازاي اعمل موسيقى، ومن وسط كل برامج الموسيقى اللي كانت متاحه ليا قررت اتعلم FL Studio. في اسباب كتيره خلتني اختار البرنامج ده، منها انه سهل التعامل معاه، وان في نسخه مجانيه تقدر تنزلها من الموقع وتديك كل المميزات بتاعه النسخه اللي بفلوس، يعني مش هحتاج اغامر عبر البحار السبعه ولا حاجه يعني. ودي النسخه اللي انا اتعلمت عليها من الصفر، ومن هنا بدات مسيرتي الموسيقيه. وبكده بعد ما كل واحد مننا حدد دوره واشتغل باقصى طاقته علشان يطلع احسن نتيجه، طلعنا اللعبة اللي انتوا عارفينها باسم التحديات القاضية. ودي كانت بداية المضاوضة. ذكريات جميلة فعلا. هو ده كل اللي انت عملته؟ اكيد لا طبعا، انا عملت العاب تانية مختلفة وستايلات مختلفة كمان. تحبوا تعرفوا القصة؟ احنا ميعاد مروحنا قرب واحنا اصلا ما نعرفش انت. محدش خد رأيك. خليني اكمل الحكايه. بعد ما عملنا لعبه التحديات القاضيه انا شاركت مع عبود في اكتر من جيم جام واكتر من لعبه. واللي ما يعرفش هو ايه الجيم جام، الجيم جام هو تحدي صناعه العاب في مده قصيره، وانا اقدر اقول بكل ثقه انه من الاسباب اللي خلتني اتطور اكتر. الالعاب اللي هو بيعملها كانت مختلفه وبتخليني اجرب طرق جديده لعمل الموسيقى، ولو انها كانت صعبه عليا الا اني شاكر جدا على التحديات اللي ادهاني. صعوبه الموسيقى اللي عبود بيطلبها مني مش بس بتيجي من انها بتبقى من نوع انا اول مره اجربه، ولكن لاني هحتاج ادور على الات موسيقيه جديده علشان اعرف اعمل الموسيقى، ودي بحد ذاتها تحدي. على سبيل المثال لعبه من الالعاب اللي عبود كان عايزني اعمل لها موسيقى كانت عن المنطقه العربيه، فبالتالي انا علشان اعمل الموسيقى دي محتاج الات موسيقيه عربيه. ولكن اللي ما كنتش متوقعه هو قد ايه صعب انك تلاقي الات موسيقيه عربيه حلوه. ده انا لفيت النت كله من اوله لاخره علشان الاقي حاجه حلوه وما لقيتش. بعدها اضطريت اعمل حاجه ما كنتش متوقع اني هعملها، بس اعمل ايه؟ كله في سبيل ان الاقي الات موسيقيه عربيه كويسه. المهم بعد ما استجمعت شجاعتي ومسكت اعصابي وخدت نفس عميق، فتحت الصفحه التانية من جوجل. انا عارف حركه خطيره جدا ما يعملهاش غير الناس اللي قلبها ميت. المهم بعد فتره لقيت الات موسيقيه كويسه، هي ما كانتش حلوه بس كانت كفايه للغرض. وبكده حلينا نص المشكله وباقي النص التاني اللي هي الموسيقى نفسها. حاجه برضو ما كنتش متخيل صعوبتها هو قد ايه الستايل العربي معقد ولازم يتعمل بطريقه معينه علشان يبان انه عربي، لان الالات لوحدها مش كفايه علشان تديك ايحاء ان الموسيقى عربيه، اللحن كمان لازم يبقى عربي. للاسف مفيش في النت فيديوهات شرح لازاي تعمل موسيقى ستايل عربي فعلي، مش العربي اللي الاجانب بيعملوه بتاع الصحراء ده. عشان تصدق او لا تصدق الدول العربيه مش كلها صحراء، حاجه صعبه تتصدق انا عارف. فاضطريت في الاخر اتعلم كل حاجه بنفسي، واحب اقول لكم كميه المشروعات اللي انا مسحتها كانت رهيبه، لان اللي مطلوب مني ما كانش بس موسيقى عربيه، لا ده موسيقى عربيه بلمسه غربيه عشان تزود الحماس اكتر. ودي زودت الصعوبه اكتر لان كان لازم الاقي وزن مثالي بين العربي والغربي. فعملت تجارب فاشله كتير، كان منها موسيقى تحس انها معموله علشان فرح ولا حاجه، بس في الاخر بعد تعديلات وتحسينات وتعلم كتير وصلت لنتيجه اقدر اقول اني فخور بيها، موسيقى فعلا تليق باللعبه.
تحبوا تشوفوا صوري وانا بعمل اللعبة؟ دي صورتي وانا بدور على الآلات الموسيقية، دي صورتي وانا فاتح الصفحة التانية من جوجل، دي صورتي بعد ما خلصت الموسيقى، ودي صورتي وانا ماسك جايزة احسن موسيقار في العالم. لو كان معايا واحدة. يعني انت ما كسبتش اي جايزة قبل كده؟ اسكت. اكيد طبعا كسبت جوائز وجوائز حلوة كمان. خليني اكمل الحكاية. طبعا مسيرتي الموسيقية ما وقفتش هنا، لا بالعكس انا كملت اطور من نفسي واعمل موسيقى الالعاب اكتر، لان من هنا اول مرة افكر واقول يعني الناس بجد عجبها الموسيقى بتاعتي ومش بيجاملوني. والسبب هو اللعبة اللي انا شاركت فيها مع جرناتا وكسبت جايزة افضل صوتيات. طبعا ما اقدرش انكر ان انا عملت موسيقى بس، وجرناتا هو اللي عمل المؤثرات الصوتية اللي قد او قد لا تكون ساهمت في المركز ده، بس انا اعتبر ان اللعبة اخدت الجايزة عشان الموسيقى. اسف يا جرناتا. الجائزه دي زي ما قلت هي اللي شجعتني اكتر وخلتني احاول اتطور اكتر. بقيت اقول لنفسي ان في ناس حقيقي عاجبها الموسيقى بتاعتي. وطبعا مغامراتي الموسيقيه مع جرناتا ما وقفتش هنا، انا شاركت معاه في صناعه العاب مختلفه منها لعبه جوال وحاجات تانية انا مش فاكرها، بس بشكل عام كانت تجارب كلها جميله. وده يوريك اهميه الصحاب، لان من غير تشجيع الاصحاب ما كنتش هكمل اعمل موسيقى، ما كنتش هتطور، ما كنتش هعرف ان الموسيقى بتاعتي حلوه وان الناس مش بتجامل وخلاص. ده لان اصحابك بيقفوا جنبك ويساعدوك تتقدم وبيقدروا تعبك ومجهودك، واهم حاجه بيقدروا قد ايه الموسيقى بتاخد وقت طويل علشان تطلع بنتيجة كويسة. يو حازم، ايه اخبارك؟ انا كويس. مش مهم، انا بعمل لعبة ومحتاج منك تعمل لي موسيقى ليها. هحتاج منك 7 اغاني مختلفة، تقدر تعملهم؟ 7 اغاني يعني قول 5 ايام لكل اغنية على الاقل. ممكن اخلصهم في 4 اسابيع. حلو، هحتاجهم منك بعد اسبوع. ايه بس ده وقت قليل. يلا اشوفك بعد اسبوع. استنى، انا مش هعرف. سلام. زي ما في اصحاب بتاخد بايدك وتخليك تتعلم الحاجات واحده واحده، في اصحاب تانيين بيفكروك ان الدنيا مش كلها ورديه وان النجاح مش بيستنى حد. اونكس علمني اني مش دايما هقدر اخد راحتي في صناعه الموسيقى، في اوقات الناس بتحتاج موسيقى في اسرع وقت. ولو ان مواعيد اونكس مش منطقيه ومضره بالصحه وتقريبا مخالفه لاتفاقيه جنيف وكل بنود حقوق الانسان، الا انها علمتني السرعه في الشغل وازاي اقدر اشتغل تحت ضغط الوقت. خلاصه الكلام، اختاروا اصحابكم كويس عشان هم اللي هيساعدوكم تحققوا اهدافكم. ايه رايكم في قصتي؟ حلو مش كده؟ حد عنده اي سؤال؟ حضرتك وديت المدرس بتاعنا فين؟ هنا يا حضرة الضابط، وقاعد جوه مع الأطفال. أظن الوقت معاكم خلص النهاردة يا أطفال، يا رب تكونوا استمتعتوا بالحكاية. ده كل اللي عندي النهاردة، أشوفكم المرة الجاية وما تنسوش اوعوا تقولوا للضابط شكلي وإلا هتلاقوني تحت سريركم. مع السلامة.